لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص. وقبل ما نبدأ ما تنساش تخبط اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا. بتبدأ الحكاية مع ليزا واختها التوأم كالي، وده جيرلي جوز كالي، وعندهم ولد وبنت، وبيتفقوا الأختين إنهم يتقابلوا يوم عيد ميلادهم ويقضوا اليوم مع عمتهم روز. وبنعرف إن ليزا عندها شركة كبيرة وده شريكها جاكسون، وبيبقى واضح إنه معجب بيها وبيحاول يقرب منها وبيجيب لها هدية بمناسبة عيد ميلادها. وبنروح لعمتهم روز وبنشوف ليزا وهي بتحاول تخدعها وبتتعامل معاها على إنها كالي، لكنها فهمت الخدعة بسهولة، وده علشان هي اللي مربياهم. وبالليل وهما مع بعض ليزا بتفتح هدية جاكسون وبتلاقيها انسيال غالي جدا، فكالي فهمت انه معجب باختها، بس بنفهم من كلامهم مع بعض ان الاتنين مش عاجبهم عيشتهم، واحدة كارهة الوحدة والتانية حاسة بالملل من الجواز والعيشة الروتينية اللي فيها. بس كالي كانت مبهورة ان اختها عايشة بحرية وعندها الفلوس اللي تشتري بيها اللي هي عايزاه. وبعد كده عمتهم جابت لهم ميدالية كسبوها في مسابقة سباحة زمان، وقالت لهم انها عارفة انهم كسبوا بالغش، وده لان واحدة فيهم كملت مكان اختها. لكن اللي عجبها اليوم ده انهم مرتبطين ببعض جدا وبيحبوا السعادة لبعض. وبنشوف بالليل ان الاختين اتفقوا على حاجة غريبة، وهي ان كل واحدة فيهم تاخد مكان التانية لمدة اسبوع، وبكده يكونوا غيروا روتين حياتهم. وبتعترف كالي لاختها انها مرت بعلاقة مع جارهم اللي اسمه ايفري، لكن هي بتحاول تنهيها. وتاني يوم وهم راجعين بدلوا عربياتهم مع بعض، واخدت ليزا خاتم جواز كالي. وبنشوف بعد كده سعادة كالي وهي في بيت ليزا وعايشة الحرية والسرايا اللي بقت فيها. وفي الناحية التانية أول ما وصلت ليزا اتعامل معها جوزها وأولادها على إنها كالي، ومحدش قدر يعرف حقيقتها. وكان جيرلي مستغرب من الهدايا اللي اشتريتها لهم، لكن هي قالت له إن أختها هي اللي اشترت كل الهدايا دي. ولما بيشوف ايديها وهي بتتكلم بيلاحظ ان الاسورة اللي لابسها دي مش بتاعتها. ولما سألها قالت له ان ليزا عجبتها الاسورة بتاعتها، فبدلوا مع بعض عادي يعني. وبعد كده كلمت اختها، وكل واحدة فيهم كانت بتتكلم عن احساسها بالعيشة الجديدة بتاعتها. وكالي بتخرج وبتاخد راحتها خالص وبتروح نايت كلاب، وهناك بتشوف جاكسون، فكلمت اختها وقالت لها انها تحاول تقرب منه، وفعلا راحت واتكلمت معاه. بس تاني يوم الصبح اتصلت على ليزا وهي في الحمام، وفي الوقت ده بيدخل عليها جيرلي وهي بقت مرتبكة. وبالصدفة جيرلي بيبص بيلاقيها بتكلم اختها فيديو كول، فافتكر ان دي اختها مش مراته، فبيطلع يجري بسرعة. وبعدها عرفتها انها هتقابل جاكسون، فده خلى ليزا تغضب وتقفل المكالمة على خناقة ما بينهم. وفعلا راح لها جاكسون واستناها قدام البيت، بس وهي خارجة ظهرت عربية وخبطتها. وبيوصل الخبر الحزين لليزا وهو ان اختها ماتت، وان الكل كان معتمد طبعا ان ليزا هي اللي ماتت. واول ما وصلت عمتهم لبكالي اتفاجئت ان ليزا هي اللي عايشة، فحكت لها عن اتفاقهم مع بعض. ولما عمتها عرفت هجمتها وقالت لها انها لازم تعرف جوز اختها ان مراته هي اللي ماتت. وفي وقت الجنازة بيتكلم جاكسون عن حبه لليزا وقد ايه هو حاسس بفقدانه ليها. وفي الوقت ده بتنهار ليزا وهي بتتكلم عن اختها، وبيعتذر جيرلي للناس اللي حواليه وبيطلب منهم يكونوا متفهمين لمشاعر التوأم واللحظة الصعبة اللي مراته بتمر بيها. وبعدها بتتكلم معاهم روز انها لازم تعرفهم الحقيقة، وخصوصا انها سمعت كلام جاكسون عنها وقد ايه هو بيحبها، لكن هي قالت لها انها مش هتقدر تستحمل صدمة الاولاد لما يعرفوا ان امهم هي اللي ماتت، وخصوصا انهم لسه محتاجين لها وانها تقوم بالدور ده مكان اختها. وخدتهم وراحت على بيت ليزا، وفجأة والأولاد نايمين صرخوا وكانوا عايزين أمهم ومتأثرين من الجنازة وخايفين إن أمهم كمان تموت وتسيبهم، وده بيصعب الموضوع أكتر على ليزا وروز. وبعدها خرجت ليزا وراحت لجاكسون واعترفت له بالحقيقة وقالت له إنها بتحبه. ووقتها بنشوف إن في واحد بيراقبهم وبيسمع كلامهم. وتاني يوم راحت لها عمتها بكالي وقالت لها إنها لازم تقول الحقيقة لجيرلي، وإنه مش هينفع إنها تعيش في دور أختها لطول العمر. فردت عليها وقالت لها إن الأولاد محتاجينها وإنها مش هتقدر تتخلى عنهم. ووقتها فكرتها روز باللي عملته معاهم وإنها تمت بيهم بعد موت أمهم وأبوهم، وإنها مش لازم تكون أمهم علشان ترعاهم. فاقتنعت ليزا بكلامها واتفقوا إنها تعترف لجيرلي بالحقيقة.
وبعدها شافها جيرلي وهي بتبعت رسالة لجاكسون، وطبعا هاجمها على بعدها عنه. وليزا وقتها كانت عايزة تقول له الحقيقة لكن ما قدرتش وتراجعت، واتحججت انها متضايقة لان اخر مكالمة مع اختها حصل فيها خناقة ما بينهم. وفي الناحية التانية بنشوف الراجل اللي كان بيراقبهم في بيت جاكسون، واتفاجئ جاكسون ان هو اللي قتل كالي علشان يديله الفرصة انه يستولى على الشركة ويسد الديون. فهجم عليه جاكسون لما عرف الحقيقة، لكن ديلين رماه من البلكونة وقتله. وبعدها الشرطة بتروح لليزا وبتعرف ان جاكسون مات، بس كانت الشرطة مفكرة انه خلص على نفسه، وبتسأل عن علاقتها باختها ليزا. وعرفوها كمان انه كان سايب رسالة انه مش قادر يستحمل بعد ليزا عنه. بس وقتها ليزا بتتأكد انه اتقتل، وقالت للشرطة ان جاكسون اتقتل ومخلصش على نفسه، وان اللي قتله هو اللي خبط اختها ليزا بالعربية وقتلها. وبتروح ليزا لبيت جاكسون وشافت على جهاز الكمبيوتر بتاعه انه مديون لدلين، وشكت انه يكون هو القاتل. وبعدها راحت لقبر اختها واعتذرت لها لانها كانت السبب في موتها، وانها هي اللي كانت مقصودة، وبتوعد انها هتهتم بالاولاد ومش هتبعد عنهم ابدا. وبعد مرور 3 اسابيع كانت راجعة للبيت، وجالها إيفري اللي كانت كالي على علاقة بيه، وكان عايز ان علاقتهم تفضل مستمرة. بس ليزا ضربته وقالت له بعد عني. ولما شافت جيرلي منفعل اكدت له انها ملهاش علاقة بيه، وفي اللحظة دي قرب منها ودخلت معاه في علاقة. وفي الوقت ده شافتهم عمتهم وهم مع بعض. وبعدين راحت ليزا للشرطة واعترفت بالحقيقة وان كالي هي اللي ماتت. وفي الوقت ده لاحظت عمتها ان جيرلي سعيد، فقررت انها تاخد الاولاد لبيتها وتديهم الفرصة يكونوا فيها مع بعض لوحدهم. وبنرجع لليزا اللي طلبت منها الشرطية انها تأخر اعترافها لجوز اختها بالحقيقة لحد ما تقدر تقبض على القاتل. وبالليل وهم في البيت مع بعض راح لهم ديلين، وعرف جيرلي ان اللي عايشة معاه هي ليزا، وانها خدعته، وان كانوا مراته وهي اللي ماتت، وكانت صدمة كبيرة لجيرلي. وفي الوقت ده بتعرفوا ليزا باتفاقها مع اختها، فهاجمها على خداعها ليه وانها عيشته هو والاولاد في كذبة كبيرة. وقال لها بانفعال ده انت قربتي مني واختك ماتت بسببك، وطلب منها تخرج من بيته. وتاني يوم راحت قابلت الشرطية وقالت لها ان ديلين جالها البيت وان اكيد هو القاتل، لكن الشرطية عرفتها انهم مش هيقدروا يقبضوا عليه لان مفيش اي دليل يدينه. فاتفقوا انها تتصل بديلين وهتعرفوا انها هتقابله وتدوله الفلوس بتاعته، لكنه طلع ذكي ومحضرش في الميعاد وفهم انه فخ. وده خلى ليزا تخاف يعمل لها حاجة، وعلشان كده راحت معاها الشرطية لبيت عمتها. بس وهي في الطريق بعتت رسالة لجيرلي علشان يجيلها، وفعلا راح لها تاني يوم لبيت عمتها وعرفته ليزا ان حياتهم في خطر. وفي اللحظة دي جيل الشرطة خبر انهم لقوا دلين مقتول، لكن جيرلي كل اللي كان فارق معاه ان مراته ماتت وهي خدعته، ورفض ان ليزا تخرج قبل ما الولاد يشوفوها. وبعد ما خرجت ليزا اتكلمت عمتها معاه وقالت له انها عارفة ان اللي عملته ليزا غلط، لكن لازم يفكر هي عملت كده ليه، وقد ايه هي كانت خايفة على صدمة الاولاد. وطلبت منه انه يفكر في اولاده ويدوا لنفسه فرصة انه يسامحها. وليزا بالليل بعد ما خرجت من الحمام اتفاجئت بوجود راجل في بيتها، وبنعرف من كلامه معاها ان هو صاحب الفلوس اللي كان جاكسون مديون بيها، وان ديلين كان شغال لحسابه وهو اللي قتله لما انكشف، وهددها انها تديله الفلوس والا هيحصل لها زي اختها. وفي الوقت ده جالها جيرلي وفهم من طريقة كلامها ورفضها انه يدخل البيت انها في خطر كبير، فاتصل على الشرطية وبعدها دخلها. وقدرت ليزا تهرب واخدها جيرلي علشان يخرجوا، لكن بيهجم عليه المجرم وكان هيقتله، بس بتقدر ليزا تضربه في رقبته وتموته. وبنشوف في النهاية ان ليزا وجيرلي اتفقوا انهم يكملوا مع بعض علشان الاولاد وبيعيشوا حياة جميلة مع بعض. سلام.